لو كنت بتدور على فيلا فالخيارات بتكون كتير، واكيد قابلتك المصطلحات دي: البنت هاوس والتاون هاوس والتوين هاوس. احنا دلوقتي هنتكلم ايه هم دول. دلوقتي هنفهم مع بعض. دلوقتي هنتكلم ايه الفرق اللي بيكون بينهم. اول حاجه بيكون التاون هاوس، دي بتجمع بين الخصوصيه والاجتماعيه. ليه؟ عاده بيكون متعدد الطوابق، وكمان بيكون عاده 4 فلل متصلين ببعض بجدار مشترك، وده بيخليك تعيش في حياه مجتمعيه وفي نفس الوقت بتحافظ على الخصوصيه. حاجه التوين هاوس بتكون شبيهه بالتاون هاوس، بس الفرق بينهم ان عاده بيكون فيلتين مشتركين مع بعض بجدار مشترك، وده بيدي احساس التواصل وفي نفس الوقت الخصوصيه. ثالث حاجه واخر حاجه بتكون هي البنت هاوس، دي بتكون فيلا منفصله بخدماتها بكل حاجه، بتعيش حياه الخصوصيه اكتر لان حواليها سور او الجدار ليها هي، مفيش حد مشترك معاها، وغالبا بيكون فيها مميزات حصريه. دلوقتي ممكن تقول لنا ايه اكتر حاجه عجبتك او بتتناسب معاك، وقول لنا رايك في الكومنتات، ونبدا رحلتنا مع بعض في البحث عن بيت مثالي.